teve ali na categoria de base toda no Flamengo, nós morava. هل أصبح منتخب المغرب هو الكابوس الجديد لعمالقة كرة القدم في العالم؟ وهل فعلا بدأت المنتخبات الكبرى تشعر بالخوف من مواجهة أسود الأطلس؟ تصريحات مدوية خرجت من أساطير البرازيل قلبت الموازين وأشعلت الجدل في الصحافة العالمية. الأسطورة رونالدو الظاهرة يتحدث بصراحة ويعترف بقوة المغرب بعد تعيين المدرب محمد وهبي، بينما يؤكد نيمار أن الكرة المغربية أصبحت متقدمة بشكل مذهل بفضل الأكاديميات والإمكانيات الكبيرة. أما روبرتو كارلوس فيحذر من الاستهانة بالمغرب، ويؤكد أن أي منتخب يريد مواجهته عليه أن يستعد جيدا. كل هذه التصريحات تؤكد أن المغرب لم يعد مجرد منتخب إفريقي قوي، بل أصبح قوة كروية عالمية قادرة على هزيمة الكبار وصناعة التاريخ في أكبر البطولات. فهل نشهد مفاجأة مدوية في كأس العالم القادمة؟ وهل يستطيع أسود الأطلس إسقاط عمالقة أوروبا وأمريكا الجنوبية؟ لكن قبل أن نبدأ، لو كنت مغربي وتفتخر بمنتخب أسود الأطلس، اكتب في التعليقات ديما المغرب، ولا تنسى دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد عن أخبار الكرة العالمية والمنتخب المغربي أولا بأول. في تصريح أثار الكثير من الجدل في الأوساط الرياضية العالمية، خرج أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدو ناصريو المعروف بلقب الظاهرة ليتحدث عن التطور الكبير الذي يشهده المنتخب المغربي، خاصة بعد تعيين المدرب المغربي الشاب محمد وهبي مديرا فنيا للمنتخب. وقال رونالدو في حديثه لإحدى الصحف الرياضية إن تعيين محمد وهبي قد يكون نقطة تحول كبيرة في تاريخ كرة القدم المغربية، مشيرا إلى أن المدرب الجديد أظهر قدرات تدريبية استثنائية خلال الفترة الماضية، خصوصا في البطولات الدولية للشباب. وأكد أن وهبي تمكن من تحقيق نتائج مبهرة جعلت العديد من الخبراء يتحدثون عنه كواحد من أبرز المدربين الصاعدين في عالم كرة القدم. وأضاف رونالدو: محمد وهبي مدرب ذكي جدا، وقد شاهدنا كيف استطاع أن يخرج منتخبات قوية من البطولات ويحقق نتائج كبيرة أمام مدارس كروية عريقة. لقد واجه منتخبات مثل إسبانيا والأرجنتين ونجح في التفوق عليها تكتيكيا، وهذا ليس أمرا سهلا. وأشار رونالدو إلى أن المنتخب المغربي لم يعد مجرد منتخب إفريقي قوي، بل أصبح منافسا عالميا حقيقيا، خاصة بعد الإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، والتي جعلت العالم ينظر إليه باحترام كبير. من جانبه، تحدث النجم البرازيلي نيمار في مقابلة مع صحيفة ريو دي جانيرو البرازيلية عن التطور الكبير في الكرة المغربية، مؤكدا أن المغرب أصبح نموذجا ناجحا في تطوير كرة القدم من خلال الاستثمار في الأكاديميات والبنية التحتية. وقال نيمار: المغرب أصبح متقدما جدا في كرة القدم، لديهم إمكانيات كبيرة وأكاديميات قوية تخرج لاعبين على مستوى عالمي. نحن نرى اليوم لاعبي المنتخب المغربي يلعبون في أكبر الأندية الأوروبية وينافسون أفضل اللاعبين في العالم. كما أضاف أن المدرب محمد وهبي يمتلك شخصية قيادية واضحة وأفكارا تكتيكية حديثة، وهو ما قد يجعل المنتخب المغربي أكثر قوة في البطولات القادمة، خصوصا في المنافسات العالمية الكبرى. وفي السياق نفسه، تحدث الأسطورة البرازيلية روبرتو كارلوس عن التحديات التي قد تواجه المنتخب البرازيلي في حال وقوعه في مواجهة مباشرة مع المغرب في البطولات المقبلة. وأكد أن المنتخب المغربي لم يعد ذلك الفريق الذي يمكن الاستهانة به. وقال روبرتو كارلوس: اليوم يجب على أي منتخب كبير أن يستعد جيدا إذا أراد مواجهة المغرب. لديهم لاعبون محترفون في أكبر الدوريات الأوروبية ويلعبون بروح قتالية كبيرة داخل الملعب. كما أشار إلى أن المدرب الإيطالي الشهير كارلو أنشيلوتي يعرف جيدا مدى صعوبة مواجهة المنتخبات التي تعتمد على التنظيم التكتيكي والسرعة في الهجمات المرتدة، وهو الأسلوب الذي يتقنه المنتخب المغربي بشكل كبير. وأضاف: أنشيلوتي مدرب كبير جدا، وإذا كان سيواجه المغرب في بطولة كبيرة مثل كأس العالم، فإنه بالتأكيد سيعمل على دراسة المنتخب المغربي جيدا، لأن هذا الفريق يمكنه أن يفاجئ أي منتخب في العالم. ويرى العديد من المحللين الرياضيين أن تطور الكرة المغربية لم يأتي من فراغ، بل نتيجة سنوات طويلة من العمل والتخطيط داخل الاتحاد المغربي لكرة القدم، إضافة إلى الاهتمام الكبير بالبنية التحتية الرياضية وتطوير الأكاديميات الكروية. فاليوم أصبح العديد من لاعبي المغرب نجوما في أكبر الدوريات الأوروبية مثل الدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي والإيطالي،
وهو ما منح المنتخب خبرة كبيرة في المنافسات الدولية. كما أن الروح الجماعية التي يتمتع بها المنتخب المغربي أصبحت أحد أبرز نقاط قوته، حيث يلعب اللاعبون بروح الفريق الواحد ويقاتلون داخل الملعب حتى اللحظة الأخيرة. ويرى البعض أن هذه العوامل مجتمعة قد تجعل المغرب أحد أبرز المرشحين لتقديم أداء قوي في البطولات العالمية القادمة، خصوصا إذا استمر التطور الفني والتكتيكي الذي يشهده الفريق. وفي النهاية يبدو أن المنتخب المغربي يسير في طريق صحيح نحو ترسيخ مكانته بين كبار منتخبات العالم، وهو ما جعل أساطير كرة القدم مثل رونالدو ونيمار وروبرتو كارلوس يتحدثون بإعجاب كبير عن هذا المنتخب. ومع وجود مدرب طموح مثل محمد وهبي ولاعبين محترفين في أعلى المستويات، قد نشهد في السنوات القادمة منتخبا مغربيا قادرا على منافسة أقوى المنتخبات في العالم وتحقيق إنجازات تاريخية جديدة في كرة القدم العالمية. في تصريح أثار الكثير من الجدل في الأوساط الرور،